السلام عليكم. زي ما قلنا ان الجافا سكريبت الهدف منها ان هي هنا في الدوم بتخلينا نقدر نتعامل مع المتصفح. حد عمل حاجه احنا بنرد عليه، بنغير حاجه معينه، فاحنا بنقدر نتعامل مع الدوم بشكل كويس. اللي انا هعمله في الفيديو ده او اللي احنا هنتعلمه في الفيديو ده اكتر من حاجه. منهم ان احنا ازاي نجيب التكست اللي هنا ونغيره بالجافا سكريبت، الموضوع ده يفرق. ومنهم ان احنا ازاي نتعامل مع الاتريبيوتس المختلفه زي الكلاس، ان احنا لو حطينا صوره ازاي نجيب الاتريبيوتس بتاعتها ونغيرها. هنمشي في الموضوع ده خطوه بخطوه. اول حاجه انا عايز اعملها ان انا اجيب التكست اللي جوه الاليمنت ده. انا اروح هنا اغيره الاي دي علشان نبقى بس مركزين على الفكره بتاعتنا، ما نخشش في فكره اللوب او كده. فهقول له هنا let text بيساوي document get element by id. هجيبه بالاي دي بالشكل ده. وهنا انا عندي حاجتين اقدر بيهم ان انا اجيب التكست، لكن في فرق ما بينهم. اول حاجه منهم انا هقول له هنا console.log. هقول له هنا تكست، احنا بنتعامل دلوقتي مع الاتش 1، وهقول له دوت تكست كونتنت بالشكل ده. زي ما انتم شايفين هنا هو جاب لي الكونتنت بتاع الاليمنت ده، التكست اللي جواه، وحتى راعى المسافات. يعني لو رحت هنا شلت المسافات هتلاقوا ان هو شالها هنا كمان، فجاب لي التكست كونتنت بالظبط. طيب عندي حاجه تانية زيها لكن اسمها inner text بالشكل ده. inner text هنا هو جاب لي التكست بس، يعني جاب لي التكست نيتف، جاب لي التكست مظبوط. في فرق ما بين الاثنين دول، فرق جوهري كمان. بس زي ما قلت لكم هنا زي ما انتم شايفين هو جاب لي التكست وهنا جاب لي التكست، بس هنا لا معذرة. بس هنا لحد دلوقتي يعني احنا مجرد بس ان هو الفرق ما بينهم السبيس ده مش حاجه قويه قوي. اللي انا هعمله علشان نتكلم عن الفرق ما بين الانر كونتنت او التكست كونتنت، هنتكلم عن الانر كونتنت والانر تكست. اللي انا هعمله بقى علشان اوضح الاختلاف الجوهري ما بين الاثنين دول، ان انا هروح اعمل اليمنت تاني جوه الاتش 1 هسميه مثلا وليكن سبان، والسبان ده هياخد كلاس اسمه هيدن، وهكتب هنا كلمه هيدن. نعمل سيف. لحد دلوقتي مفيش اختلاف كبير، هو هنا جاب لي المحتوى، راعى السبيس اللي انا بعملها، وهنا جاب لي المحتوى دوم وحط لي فكره الهيدنج. امتى الموضوع يبان الفرق ما بينهم؟ لو جيت هنا في السي اس اس ورحت واخد الكلاس بتاع الهيدن ده خفيته، قلت له سبراي نون بالشكل ده، هتلاقوا ان التكست كونتنت جابه ومش فارق معاه تاثير السي اس اس. السي اس اس عملته ده مش فارق معاه، يعني ما فرقش معاه ان السي اس اس عملته، هو جاب المحتوى. لكن انر تكست ده احترم اللي السي اس اس عملته، ان هي اخفت عن اليوزر. يعني اختصارا الانر تكست بتعرض للمستخدم اللي هو بيشوفه. دلوقتي احنا شايفين ايه؟ جافا سكريبت كورس دوم، هي جابت لي نفس الكلمه اللي احنا شفناها. لكن التكست كونتنت بتجيب التكست الحقيقي حتى لو انت خفيت حاجه. دول اول حاجتين، التكست كونتنت والانر كونتنت. نقدر ان احنا نغير فيهم. يعني هنا ممكن اجي اقول له التكست الانر تكست ده، واقول له مثلا تيست، خلونا نشوف ايه اللي هيحصل بالشكل ده. اول حاجه غيرها هنا، وثانيا غيرها هنا وهنا، يعني غيرها في كله. زي ما انتم شايفين هنا فكره ان احنا قدرنا نغير في حاجه من الجافا سكريبت. تخيل بقى ان انت مثلا هو دلوقتي، وده هنعمله، هيدوس على الزرار، تروح انت جايب الديف ده عارض له كلمه فيه، تاخد منه. هتلاقي ان في افكار كتير قوي لما تبدا تدخل فكره التفاعل مع اليوزر دي، هتلاقي ان في افكار كتيره قوي تقدر ان انت تعملها. فهنا بالانر تكست او بالتكست كونتنت تقدر ان انت تغير الكونتنت عادي. يبقى دي اول حاجه اتكلمنا عنها، التكست كونتنت. هنتكلم عن حاجه بقى اسمها انر اتش تي ام ال. دلوقتي لو انا جبت الديف ده هنا، انا هديله اي دي وهسميه بيرنت، لان هو بيرنت لمجموعه ديفات. وهجيب البيرنت ده عندي، اقول له هنا let parent بيساوي document get element by id بالشكل ده. وهقول له هنا هاجي في الكونسول، انا هشيل بس دول مؤقتا بس هنخليهم علشان نراجع بيهم. هقول له هنا console دوت log، وهقول له البيرنت ده دوت inner text بالشكل ده، او text content. هنا هيروح يجيب لي التكست بس، هيقول لي هيجيب لي التكست اللي هو this is b into div، اللي هو التكست اللي جواه، وديف into section into div. المفروض هيجيب لي بس التكست، لكن اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اجيب ال HTML ده نفسه. فانا هاجي هنا البيرنت دوت، هقول له دوت inner HTML inner HTML بالشكل ده. هتلاقوا ان هو جاب لي ال HTML اللي جوه الاليمنت، يعني جاب لي ال HTML نفسه، واقدر ان انا اعمل معاه زي ما عملت مع تكست كونتنت، اللي هو اعمل ايه؟
اجيب البيرنت دوت اتش تي ام ال واقول له يساوي، اديله هنا اتش تي ام ال عادي. يعني اجي هنا اقول له هفتح هنا زي سترينج واقول له بي this is P made from JS. ده بي اتعمل من الجافا سكريبت. وخلونا نشوف ايه اللي هيحصل. زي ما انتم شايفين بدل لي كل المحتوى ده بالمحتوى اللي انا حاطته هنا. يعني راح شال لي كل ال HTML. لو وقفنا هنا راح شال كل ال HTML وحط لي بس المحتوى اللي انا حطيته بالجافا سكريبت. انتوا متخيلين الموضوع ده قوي ازاي؟ تقدر انت تعمل بيه ايه وتغير في الصفحه ازاي؟ طيب دلوقتي هعمل كومنت عليها وهروح بس اجيب صوره علشان نطبق بيها الفكره اللي انا عايز اقولها دلوقتي. هنا انا جبت صوره بالشكل ده هسميها سكاي. هي صوره لحاجه زي السماء وهي صوره سكاي دوت بي ان جي. اللي انا اقدر اعمله ان انا اجي هنا هجيب الصوره دي ايمج سورس واقول له سكاي دوت بي ان جي. الصوره بالشكل ده هدي لها بس ويدث وهايت علشان تظهر لنا بشكل كويس. ويدث وليكن 200 بكسل والهايت وليكن 200 بكسل بالشكل ده. جميل قوي. دلوقتي اللي انا عايز اعمله او اللي انا عايز اوريه لكم ان احنا ازاي نتعامل مع الاتريبيوتس بتاع اي اليمنت. يعني انا هنا عندي سورس سكاي دوت بي ان جي، عندي الت هقول له ايمج فور سكاي. انا اقدر هنا في الجافا سكريبت هروح اجيب الايمج دي، هقول له هنا اي دي، هقول له ايمج بالشكل ده. اقدر هنا لو رحت جبت الايمج ليت ايمج بتساوي دوكيومنت. انا بجيب بالاي دي لان هي اسهل بدل ما نجيبها بالكويري سيلكتور او كده وندخل فكره ان احنا نجيب الاندكس وتبقى يعني تلخبط الناس شويه. يعني انا عايز اشرح بس الفكره اللي احنا بنتكلم عليها وتبقى مباشره ما يكونش في حاجه ثانيه تلخبط عليها. get element by id بالشكل ده وهجيبها هنا بالايمج. الايمج دي اقدر بكل بساطه ان انا اجي اقول له مثلا image.alt بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في الكونسول هيقول لي image for sky، جاب لي القيمه بتاعه الالت ده. طب لو قلت له مثلا image.source هيجيب لي القيمه بتاعه الصوره دي واقدر ان انا اغير فيها. انا هنا رحت جبت صوره تانية لسكاي لكن دارك سكاي بالشكل ده، دارك سكاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهاجي هنا في الايمج دوت سورس هقول له بس هنا ايمج، هقول له ان هي تساوي دارك سكاي دوت بي ان جي. هتاكد هي مكتوبه ازاي. لو عملنا هنا ريلود هتلاقوا ان هي راحت، معناها ان الاسم بتاع الصوره نفسه غلط. فهنا هي دارك سلاش سكاي بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين غير الصوره. يعني قدرنا ان احنا نغير الصوره بالجافا سكريبت. زي ما قلت لكم ممكن لما يدوس على الزرار تغير الصوره. انت هنا هتربط الحاجات ببعضها هتطلع بافكار. فكده احنا قدرنا ان احنا نقرا الاتريبيوت، ان احنا نجيب قيمه الاتريبيوت وان احنا نعدل على قيمه الاتريبيوت. اللي احنا عملناه دلوقتي ان احنا اتعاملنا مع الاتريبيوت بشكل مباشر. لكن خليني اقول لك ان احيانا بيكون في اتريبيوتس ما بتكونش معرفه اصلا. يعني انت ممكن تيجي تعمل كاستم اتريبيوت والكلام ده ممكن نتكلم عنه قدام شويه. فانت هنا في اسلوب تاني علشان تتعامل مع الكلام ده، ان انت تجيب الصوره بتستخدم حاجتين image.set اتريبيوت، ودي بتاخد حاجتين، اسم الاتريبيوت سورس والقيمه الجديده بتاعته. احنا القيمه الجديده قلنا دارك سكاي دوت بي ان جي بالشكل ده. غيرها. دي سيت اتريبيوت، انت بتجيب اتريبيوت معين وبتغير فيه. وعايز اقول ان انت الكلام ده تقدر تعمله مع اي اليمنت مش بس مع الصوره. يعني تقدر تعمله مع اي اتريبيوتس مش بس هنا مع الصوره. والحاجه الثانيه اللي انت تقدر تستخدمها ان انت الايمج تقول له جيت اتريبيوت وتدي له اسم الاتريبيوت وليكن هنا الت، فهيديك هنا ايمج فور سكاي يجيب لك القيمه بتاعه الالت بتاعك. يبقى احنا كده فهمنا فكره ازاي ان احنا نجيب اتريبيوت وازاي ان احنا نعدل عليه. طيب اخر حاجه هتكلم عنها في الفيديو ده هي ان احنا ازاي نتعامل مع الكلاس. نجيب اليمنت معين ونلعب في الكلاس بتاعه، ان احنا نضيف عليه كلاس جديد، نشيل منه كلاس، نغير كلاس موجود فعلا، نقدر ان احنا نلعب فيه بحيث ان هي يكون ليها خصائص مختلفه. لو جيت هنا سريعا رحت في السي اس اس عملت بوردر، عملت دوت بوردر كلاس اسمه بوردر واديت له بوردر 3 بكسل سوليد ريد، بس مش هعمل اكتر من كده. وجيت هنا بكل بساطه في الجافا سكريبت وقلت له ايمج، هنستخدم حاجه اسمها كلاس ليست بالشكل ده. واقدر بعدها ان انا اقول له، اقدر ان انا اقول له اد، اقدر ان انا اقول له ريموف. هنستخدم دلوقتي اد وهقول له هنا ضيف لي بوردر بالشكل ده. زي ما انتم شايفين راح جاب الصوره وحط لها الكلاس اللي اسمه بوردر. طيب انا هاجي بقى اعمل العكس، هضيف هنا كلاس تاني
وهسميه وليكن خلينا نقول بوردرد بوردر، خلينا نقول بوردر راديوس بالشكل ده، وهقول له هنا بس بوردر راديوس 10 بكسل، وهروح ضايف الكلاس ده على الصوره. هقول له الصوره هنا تاخد الكلاس ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خلينا نبينه اكتر، 30 بكسل زي ما انتوا شايفين كده. اللي انا هعمله المره دي بقى مش ان انا هاد، انا عندي ايمج دوت كلاس ليست دوت ريموف، ان انا هشيل. فلو جيت حطيته هيشيله ويشيل التأثير بتاعه. عندي بعد كده حاجة اسمها تاجل. تاجل فكرتها انه لو موجود يشيله، لو مش موجود يحطه. خلوني افهمكم الفكرة دي بشكل كويس. انتوا خدتوا بالكم من اللي احنا عملناه هنا لما مسحنا؟ انا هشيل فكرة ان احنا مسحنا دي، هو موجود كده، هو موجود تمام. التاجل بتعمل ايه؟ هقول له هنا image دوت كلاس ليست دوت تاجل بالشكل ده، وهديله البوردر ريديوس. لو لقاه هيشيله، لو متشال هيضيفه، فهو هنا لقاه فراح شايله. طب لو رحنا شيلناه من الصورة، جينا هنا عند الصورة وشيلناه، هيروح هو ضيفه. فهنا تاجل، هو بيشوف هو موجود بيشيله، مش موجود بيروح يحطه، بيعمل العكس. نراجع اللي احنا اتكلمنا عليه في الفيديو ده. اتكلمنا عن التكست كونتنت والانر كونتنت والفرق ما بينهم. الاثنين بتقدر بينهم ان انت تجيب الكونتنت، لكن الفكره ان الانر تكست مش بتجيب التكست الهيدن، والتكست كونتنت بتراعي فكره المسافات. اتكلمنا عن فكره الانر اتش تي ام ال، ازاي ان انت تجيب محتوى الاتش تي ام ال، ازاي تعدل عليه. واتكلمنا عن فكره الاد كلاس، ريموف كلاس، تاجل كلاس. الصوره دي فيها ملخص اللي احنا اتكلمنا فيه. الانر تكست، التكست كونتنت، الانر اتش تي ام ال، السيت اتريبيوت والجيت اتريبيوت، ازاي ان احنا نعدل على اتريبيوت معين، والكلاس نيم ازاي ان احنا نتعامل معاه، والكلاس ليست ان احنا نعدل على كلاس معين. الكلاس نيم هنا هي فكرتها ان هو بيبدل كل الكلاسات مره واحده. بمعنى نشرحها سريعا. لو رحت هنا ضفت بوردر ريديوس وضفت هنا بوردر بالشكل ده، انا ضفت الكلاسين عندي، وهروح في الجافا سكريبت اشيل كل دول بالشكل ده. هنا انا هنا ضفت البوردر ريديوس وضفت البوردر. هقول له هنا ايمج دوت كلاس نيم، واروح اقول له يعني خليها حتى فاضي. هو هنا بيروح، لو رحنا هنا مسكناها هتلاقوا ان هو شايل الكلاسات بتاعتها، يعني بيروح جايب كل الكلاسات يغيرها بحاجه معينه. ممكن اقول له ان انت تضيف لي فونت سايز، كلاس اسمه كلاس اسمه فونت سايز، وكلاس تاني اسمه بلا بلا. فهتلاقوا ان هو جاب كل الكلاسز اللي عندي وغيرها بالكلاسز اللي انا حاططها. يا رب فكره الفيديو تكون واضحه، ويكون الموضوع اتشرح بشكل سهل وبسيط، وان انت تكون طالع من الفيديو فاهمه. ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.